لو انتوا زيي عمركم ما سافرتوا ايطاليا فحب اقول لكم ان احنا فايتنا كتير قوي. كفايه ان فايتنا طعم الايطاليان بيتزا الحقيقيه اللي نادرا جدا لو لقيتوا حد بيعرف يعملها في مصر. بس انا بقى اكتشفت مطعم ايطالي اسمه ميكي's بيتزا موجود في افنيو مول في الرحاب. صاحب المطعم اصلا شيف ايطالي وكل حاجه بتتعمل منها البيتزا، التوبينج، الدقيق، كل حاجه بتتجاب من ايطاليا. اول ما بتدخلوا المكان كده بتحسوا ان انتوا سافرتوا. اهتمامهم بالديكوريشن خطير، واحلى حاجه ان هم عاملين اوبن كيتشن علشان وانتوا قاعدين تبقوا بتتفرجوا على البيتزا وهي بتتحضر، واللي بالمناسبه ما بتاخدش 5 دقايق وتكون استوت. واكتر بيتزا بقى ابهرتني هي فيجيتاريانا بيتزا. انا اتفاجئت ان هم حاطين عليها بتنجان وكوسه وطماطم مجففه مع طبعا الفلفل والموتزاريلا. انا عارفه ان في ناس ممكن تتخض بالذات لو مش بتحب البتنجان والكوسه، بس هم طعمهم كان حلو قوي، وحاسه انها البيتزا المثاليه لو معاكوا اطفال علشان هياكلوا فيها كميات كبيره من الخضار. واللي عجبتني قوي كمان بيتزا اسمها كابريتشوزا. انا مش عارفه انا بنطق اسمها كده صح ولا غلط، بس دي كانت اول مره في حياتي ادوق فيها الخرشوف، وعجبني قوي طعمه مع البيتزا. واكتر حاجه مميزه اصلا في البيتزا الايطالي ان هي بتبقى رفيعه جدا، فدي اسهل طريقه تاكلوها بيها، تقفلوها كده في بعض وتاكلوها. واكتر حاجه بحبها جدا في الايطاليان بيتزا ان هي بتبقى غرقانه جبن بالمنظر ده. واحلى بيتزا بقى بالنسبه لي هي اللي عليها جبنه بارميجان. وانا عايزه اقول لكم ان انتوا بعد ما بتخلصوا ممكن تطلبوا كوفي من عندهم، ودي تقريبا كانت اول مره اشوف مطعم بيتزا بيقدم كمان كوفي. وبعد ما تخلصوا بقى اقعدوا العبوا شويه علشان هتاخدوا اوفرز كتير من عندهم.